هنا التدخل من جمالو، لمسة اليد اولا على خالد اليعقوبي. هنا التدخل من جمالو، لمسة اليد اولا على خالد اليعقوبي، وحولت الى خارج الملعب. هذه اللعبة فيها لمسة يد، فيها لمسة يد، هذه بلنت حولت الى خارج الملعب. هذه اللعبة فيها لمسة يد، فيها لمسة يد، هذه بلنت. اللاعب الكرة بيده، لاحظ أو تعمد أو انه كان يحاول ابعاد ايده. التعمد مش ابعاد، هو لا لاحظ هنا بدر واضحه في فرق ان الكوره تجي للايد، وفي فرق ان الايد تروح للكوره. فهني الواضح ان اللاعب حرك ايده اتجاه ركله جزاء، ركله جزاء، جزاء محمد، ركله جزاء ضربه جزاء. هنا ضربتين او حالتين مشكور فيها في الشوط الاول تكلمنا، لكن هذه ربما تكون بدر اوضح عن الشوط الاول. واتوقع ان زاويه رؤيه الحكم يعني كانت واضحه، اعتقد كانت واضحه جيده، وما وفق فيها. ماذا الحكم ربما هذه اللعبه اللي في الشوط الاول يعني نفس المشكله، كانت في لمسه يد وكان على خالد اليعقوبي، لكن هذه ربما بدر انها تكون قريبه، لكن كان في لمسه يد. طبعا يعني يبقى هناك تقدير الحكم، لكن انا اشوف وجهه نظري يعني ضربتين جزاء للنصر، ضربتين جزاء، وخاصه اللي كانت في الشوط الثاني كانت اوضح. هذا ربما قرب المسافه، ربما اللاعب يعني، وهذه اللقطه في بدايه المباراه. نعم، حتى اللاعب حاول يبعد يده بعد ما مسكت الكره، لكن في الشوط الثاني لا غبار عليها يعني، وفي وقت